أمين، ثم الصلاة والسلام ما ناح في دوح حمام على النبي الكريم. وبعد، فهذه الخيرات وهذه الثمرات أخرجها الله سبحانه وتعالى لنا من الأرض، أنبتها لنا من الأرض إنباتا. فشوف الحدائق والثمار والبذور دي كلها من فضل الله سبحانه وتعالى، ودي خيرات من الله سبحانه وتعالى بها على بلادنا السودان. ولكن الخيرات دي يعني بعد الخيرات دي كله الناس جعانة، والناس يعني ما لاقية، يعني في ضيق في المعيشة وفي ضنك في المعيشة، والحاجات غالية والأسعار غالية. كويس، ده كله المحق البركة ده الشريك بالله. ناس بينادوا في غير الله سبحانه وتعالى، يندهوا غير الله، يقول لك الفزع الفزع يا الكباشي، سوداننا عايش في هلع. الكباشي واحدا طلبي يا الكباشي، ده مع الحرب دي بدل يتوب يقول يا ربنا، يتوبوا لله سبحانه وتعالى، يدعو الله سبحانه وتعالى. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا، ربنا قال ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر قال لجوا في طغيانهم شنو يعمهون. بعد الناس ما يرجعوا على الله سبحانه وتعالى، ربنا قال وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. والناس ما يرجعوا على الله سبحانه وتعالى، الناس دارين ربنا ينزل علينا الخيرات من السماء، ودارين الأمن، ودارين غيره. كويس، وحدوا الله سبحانه وتعالى ويكفروا بعبادة الشيوخ والقبب. شوف دي خيرات، دي كلها خيرات. شوف ده يعني عدس. كويس، خيرات من الله سبحانه وتعالى بها على بلادنا السودان. الناس كم دارين النعم دي تدوم وتستمر معهم، يعني يتركوا التعلق بالقباب والأضرحة. ويزول عنده حجاب يقلع الحجاب. دار تحلف بالله سبحانه وتعالى، ما تحلف بغير الله، لأنه ده الشرك. وده الأهلك القرون الأولى. انت قال لك الأهلك القرون الأولى شنو؟ ما الشرك. ربنا قال ولقد أهلكنا القرون، قرون مش قرن واحد، قرون أجيال، القرن فيه 100 سنة، ربنا أهلكم بسبب الشرك. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على سيدنا محمد، وجزاكم الله خير.